سكر ضرب في ابو مازن، سهر لوش الفجر. رمزي زي كتير من الرماميز اللي زيه التستوستيرون عندهم في الارض، وده مخليه اغبى من اللي المفروض يكون، اضعف من اللي المفروض يكونوا. رمزي مش عايز زي ما الراجل المفروض يعيش، حياته عباره عن معاناه بحته وبيتمنى انها تخلص النهارده قبل بكره. بيومي، بيومي. بيومي مثال الراجل المنضبط الكاريزما اللي نفسك تكون زيه. بيومي بينزل كل يوم الجيم، ومفيش مره من اللي نزل فيهم حس انه تعبان او مش طالبه معاه يروح النهارده. بيروح وهو مستقنيس على الاخر، متكيف قوي بالتمرين والتقدم اللي هو بيعمله. ما عداش يا دوبك 3 شهور وبيومي لقى نفسه عنده 6 باك، شكله في الهدوم بقى احلى، ثقته في نفسه عليت. على عكس ابو الرماميز اللي بقاله سنه بينزل مره ولا مرتين في الاسبوع وبياكل اي حاجه نفسه فيها. مستغرب ليه مش عنده 6 باك حتى بعد 5 جد وكوبايه الشاي اللي بسكر. طبعا رمزي التزم في الجيم شهرين بحالهم، معرفش ازاي، بس برضه ملقاش نتيجه. احمس ازاي بعد شهرين من الحمايه والتمرين ما تلاقيش نتيجه برضه؟ التستوستيرون يا صاحبي، السر في التستوستيرون. بيومي عنده التستوستيرون عالي، فهتلاقي البناء العضلي عنده عالي. يعني لو اتمرن بنش النهارده وحصل عنده القطعات الصغيره اللي الجسم بيصلحها وقت النوم، حجم البنش بعد العلاج هتلاقيه اكبر من حجم البنش عند رمزي اللي ممكن يكون اتمرن نفس التمرينه. وده بسبب ان التستوستيرون عند بيومي اكتر من رمزي. والموضوع ما بيقفش لحد هنا. رمزي لما بيحب يعمل اي حاجه غير انه يضيع في وقته بيحس بخمول وتعب مبالغ فيه، وقبل ما بياخد باله بيلاقي نفسه قاعد يسكرول، وقبل ما بياخد باله والتست بيقل بعدها. وايه ده، ميعاد الجيم يقرب. بس انا تعبان، طب هروح بكره واعوض تمرين النهارده. طبعا مش محتاج اقول لك ان رمزي ما راحش بكره زي ما وعد نفسه. ما ينفعش تكون راجل والتستوستيرون عندك قليل، هتلاقي نفسيتك ضعيفه وبتجري حوالين اي حاجه تعطلك، ودي حاجه ما اظنش انك عايزها لو بتخطط تكون ناجح في اي حاجه. قله التست هتخليك عاطفي بزياده، يعني هتبقى زيك زي البنوته الرقيقه، ماشيه ورا قلبها مش ماشيه ورا العقل، وانت عارف ده اخرته ايه. ولو انا في الفتره اللي التست كان بتاعي فيها قليل، ولو كان معايا انثى بحبها، مش هستغرب لما الاقي علاقتنا عباره عن ام وابنها، شاب وبنته. غالبا كانت هتبقى هي صاحبة القرار في المواقف اللي محتاجة مسؤولية، غالبا هي اللي هتقول ده حلو نعمله أو ده وحش ما نعملوش. وخليني أقولك إن علاقة زي دي مستحيل تكمل. قلة التستوستيرون هتخليك مطاوع بزيادة، يعني لو حصلت حاجة مش عاجباك أو مشكلة تستدعي إنك تقول رأيك اللي عارف إنه هيزعل حد، هتسكت ومش هتنطق. ودي حاجة هتخلي أي حد بيحبك غصب عنه يبعد عنك عشان ما عندكش رأي. معرفش عنك بس دي حاجة أنا عن نفسي ما أحبهاش. تعرف إن من 100 سنة بالظبط سلام الرجالة كان أجمد من كده؟ يعني لو جدك سلم عليك وانت وهو في العشرينات حرفيا هيكسر لك ايديك. واقول لك على حاجه كمان، 57% من الرجاله عندهم جاينوكاماستيا، يعني تسدي. البنش عندك بيبقى صدر. سمعت الرقم؟ 57%، اكتر من نصنا. وعلى فكره انا لسه في النص الوحش، بس خلاص انا رايح على النص التاني، الدور والباقي عليك. طب ايه علاقه ده بعنوان الفيديو؟ سخيلي بيقول بوكساري هو سبب مشاكلي. بوكسرك مصنوع او داخل في تصنيعه بوليستر، ودي مادة بتخش في جلدك وبتمشي جوه دمك وبتوصل لعمام أبو مازن بيعدموهم العافية. بوليستر بتعمل من البترول والفحم، ويقولك إنك لو بتستعمله يوميا لمدة 25 سنة في نسبة فوق 90% إنك تكون عقيم. هتكلم في الموضوع ده بالذات بالتفصيل في فيديوهات تانية، بس خلينا دلوقتي في التستوستيرون عشان ما تتوهش مني. مش غريبة إن البوليستر اتعمل في الثلاثينات، ودي نفس الفترة اللي بدأت مسكة الرجالة تضعف ونسب العقم بدأت تزيد. تاني ما جبتش حاجة من عندي، دي دراسة موجودة عنك، دور عليها بنفسك. يعني ده اللي كان معطلني طول المده دي، ده السبب في اللي انا فيه؟ ما نقدرش ننكر إنه جزء من المشكلة، بس أغلب المشكلة لسه أنت سببها. ازاي يا عم انت بتقول هو البوكس يا ابن الناس؟ لسه في حاجة كمان زي لو ما كانتش أسوأ من البلاستيك، السكر. You see, sugar lowers testosterone, it reduces growth hormone production, it also creates leptin resistance and makes you tired, as well as triggering stress and anxiety. So let's talk about testosterone first. Excessive amounts of sugar lowers testosterone,
And that's the hormone that's responsible for sexual well-being and muscle mass. Now, when a man's testosterone levels are low, he gains excess body fat and increases his levels of estrogen, which can even make him grow breasts. أحب أفكرك وأقول لك إن الأستروجين بيقلل الكتلة العضلية، بينعم الصوت، وهو المسؤول الأول عن تراكم الدهون في المناطق الأنثوية. يعني تستوستيرون قليل هتساوي أستروجين عالي. فلما تصحى عشان وراك مسؤوليات سواء من شغل أو جامعة أو حتى مدرسة، وتكون فاطر لي مربى وتاكل بسكوت في البريك ومشروبك بسكر، ولما تروح يكون عشاك كله سكر، ما تلومش إلا الهبل اللي بتعمله. بلاستيك والسكر من أكتر الحاجات اللي هيفرق لك في حياتك إنك تلغيها. بس إزاي؟ بلاستيك بقى حرفيا في كل حاجة في حياتنا، وشبه مستحيل إننا نخلص منه. إزازة الماء بلاستيك، وعلى فكرة أنت بتاخده بصورة مباشرة، وده تأثيره يمكن يكون أخطر من بوليستر اللي بس لمس الجلد. دي حلها إنك ما تشربش غير في إزاز أو معدن. هتكلم في فيديوهات جاية عن إزاي تظبط الموضوع ده بالذات. بالنسبة للداخلي، بدل بوكسر البوليستر ده هاتلك شورت قطن. مش عارف بقى ده بلاسيبو ولا حقيقة، بس خصوصا من بعد خطوة القطن دي بدأت فعلا أحس إن كثافة جسمي أعلى، بشيل أوزان أكتر وما باخدش فترة كبيرة زي الأول عشان أعرف ألعب بوزن أتقل. بقيت زي ما تقول واعي أكتر، ومفيش وش كده على دماغي وأنا بفكر أو بعمل أي حاجة. بعرف اندمج في أي حاجة نفسي أعملها الحمد لله، وفعلا بنجز. زائد إن كده ما بستخدمش سكر من زمان. قهوتي سادة ونادرا ما بشرب شاي، ولو شربت بيبقى سادة برضه. سكري بيبقى من الفواكه وما إلى ذلك. ويا الله، تقريبا من ساعة ما بطلت سكر وكل حاجة ليها لذة وطعم. جرب الحاجتين دول، ولو شفت فرق مش طالب منك غير دعوة حلوة على ذوقك. وخليك فاكر، الراجل دايما هو اللي بيدي ما بياخدش.